الجميع استعداد طبسي جمعا كليا. طابس. إلى الجهة الأخرى أو الدولة الأخرى التي طوبز لها نظام أحمد الشرع، وهي دولة احتلال كاملة الأوصاف والأركان، وأعني هنا تركيا. تركيا دولة محتلة للأراضي السورية قبل احتلال عفرين من عام 1939 عندما استولت على لواء الإسكندرون، وجددت تركيا احتلالها بالهجوم على رأس العين ودعم الجولاني للهجوم على منطقة رأس العين، وبعد ذلك للهجوم على الغزو عن منطقة عفرين واحتلالها واحتلال مناطق واسعة من ريف إدلب وريف حلب الشمالي. دولة الاحتلال هذه نظام الجولاني مطوبز على الآخر، مطنش على الآخر للأتراك. لا يطالب تركيا الآن، الدولة السورية لا تطالب تركيا أبدا بسحب، رغم سقوط النظام السابق، بسحب قواتها، بسحب آلياتها العسكرية أبدا. بل هذا النظام طالب النظام التركي المحتل لسوريا بتزويدهم بالأسلحة، وهذا ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية ورفضت بشكل مؤدب يعني واستباق لموقف الحكومة وكذا، قالت أنه بإمكاننا خدمات تدريب كذا، أما أسلحة لا. طائرات سكورسكي، طائرات كوبرا، الهليكوبتر، الطائرات السمتية، F-16 F-15 ما في. يعني قطع سلاح من سلاح البري أو البحري أو الجوي التركي من الجيش التركي تمنح لنظام الجولاني ما في، رغم عملية الطوبزة هذه. يعني طوبزة مجانية، يعني أكاد أنا أقول يعني، وغير مدفوعة. وأصلا الطوبزة للروس كمان مجانية. يعني ماذا خسر الروس بالعكس استفادوا على زمن النظام السابق وسيستفيدون على هذا الزمن. إذن الأتراك أيضا هم الجهة الثانية والمهمة والإقليميا التي تمارس معها حكومة الشرع، حكومة الجولاني، سياسة الطوبزة يعني. وهنالك طبعا فيما يتعلق بالدعم والحماية والرعاية، والأتراك يعني بيتدخلوا بكثير من الأمور حتى في قضايا عربية خاصة بالعالم العربي. الآن النظام الجولاني صار المعبر، مثل ما كان نظام بشار الأسد المعبر للأتراك للتوسع والتغلغل في العالم العربي من 2002 ولغاية 2010. الآن النظام الجولاني ينوب عن نظام بشار الأسد للقيام بهذه العملية، عملية الطوبزة للأتراك لصالح الأتراك وعلى حساب السوريين من سيادة سوريا، من أراضي سوريا. المهم نظام بني أمية يبقى يعني قائم. طبق الكرامة اللي بياكل منه وزير الثقافة مع كل هذه عمليات الطوبزة. نحن حكينا عن الطوبزة للروس وإهانة كرامة السوريين وما فعله الروس في السوريين على عهد النظام السابق، والطوبزة للأتراك وعمليات أخرى كمان. وبيطلع لي وزير الثقافة السوري مظبط لي شعراته وكذا وبيحكي عن طبق الكرامة، طبق الكرامة، طبق انعدام الكرامة لدى نظام
أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني وأركان حكمه. إذن الطوبزي للأتراك يعني كتير بشعة، خاصة أنه الأتراك والمخابرات التركية، وهذا يعني بشهادة أكثر من شخص، تمول الذباب الإلكتروني والصفحات الإلكترونية اللي هي بالآلاف كي يستهدفوا كل من ينتقد حكومة الجولاني وينتقد التغول والتغلغل التركي في النظام السوري الحالي. إذن الأتراك أيضا متورطون. يعني الروس ساعدوا النظام السابق على قصف المدنيين السوريين، لكن الأتراك يحتلون أراضي سوريا قديما وحاليا، هي دولة احتلال. روسيا لا يمكن أن نسميها دولة احتلال لأنه لها قاعدتين عسكريتين قديمتين يعني. أما النظام التركي فوجوده على الأراضي السورية احتلال كامل الأركان والأوصاف، ونظام يطوبز للدولة المحتلة ماذا يمكن أن نسميه؟ أترك الإجابة لكم. قد يقول قائل أنه عادي، أي السياسة البراغماتية سياسة الطوبزة كتير مهمة وكتير مجدية وتنفع، وهي يعني سياسة الانحناء للعاصفة. وطبعا مصطلح الطوبزة ليس مني يعني، وربما يستخدمه سمير متيني كثيرا، لكن هذا المصطلح أو أول ما ذكره هو الفنان الكوميدي السوري العظيم يعني ياسر العظمي. الجميع استعداد للطبسة جمعا كليا.